طيب سؤال، ليش احنا الشيعة نكره الصحابة؟ تعرف السبب الحقيقي شنو اللي ما تعرف؟ ايه السبب؟ ايه انت، انا جاي اسالك ليش احنا نكره السبب الصحابة؟ انا تعرف شنو انا السبب الحقيقي اللي ما تعرف؟ انا عندي كره الشيعة للصحابة بسبب انهم هم من نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن والسنة. فاضرب الناقل يسقط المنقول. فكره الصحابة لا من اجل ذلك. والنقطة الثانية لفتح بلاد كسرى. اتفضل. لا، ضحك اسمع، لما انا احكيك عن نفسي لما كنت صغير. كان الوالد يعني نفسه يجيب لي هدية، مثلا لعبة، سيارة، ألعاب من الأطفال. نعم. وانا فرحان بها، بالليل يجي يكسرها، يجي الوالد او احد اخوي الكبير يجي يكسرها. لما نقعد الصبح اشوفها مكسوره ازعل، اقوم ابكي. اقول منو كسرها؟ يقول هذا عمر جاء كسرها. هاي والله. هاي عائشه جت كسرتها. نعم نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ابو بكر جاء كسرها. بهاي الحاله تخلينا نكره بهم، نحقد عليهم نحن صغار. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم اي، الوكيل. ولما كبرت، بعد ما كبرت شفت انه هذا الشيء كذب، يعني كان افتراء من عندهم. وبعدين يعني شفت بعيني انه هو اللي يكسر يبلي بها احد الصحابه. فمن لما صغار يذهب الحقد والكره بقلبك. ومن أجل ذلك كرهت الصحابة. لكن لما اي، كبرت وضح وبعدين لك الحق.